ما الحقائق وراء مفهوم مناطق الدفاع المشروع باراسيني ميديا؟ خلال السنوات الأخيرة كثيرا ما يسمع المتابع لوسائل الإعلام باكاكا مصطلح مناطق الدفاع المشروع باراسيني ميديا. تلك المناطق التي يطلق عليها باكاكا أحيانا تسمية مناطق أو ساحات الجريلا أو مناطق الدفاع المشروع. لا يعلم بالتحديد ما المقصود بها أو الهدف منها، والحق أن هذه التسميات لا دلالة تاريخية أو جغرافية أو اجتماعية لها داخل النظام الكردستاني. فمصطلح مناطق الدفاع المشروع هو مصطلح مصطنع يستخدم لتحقيق هدف سياسي ضمن أجندات باكاكا المشتركة مع الدول الاستعمارية الإقليمية وعلى وجه الخصوص تركيا. تم صياغة هذه المفاهيم بهدف تطويق ومحاصرة الثورة ومنع تأسيس دولة كردية في إقليم كردستان. ومع أن هذا المفهوم استخدم وأشيع بعد الألفية الثانية في واقعنا، إلا أن جذور تاريخ صياغته وصناعته تعود لحقبة تسعينيات القرن الماضي، أي وذات تاريخ قديم. ولفهم وتعريف مفهوم مناطق الدفاع المشروع بشكل صحيح لابد من العودة لتلك الحقبة الزمنية. عام 91 وبالتزامن مع انتفاضة إقليم كردستان باتت مقاومة الكرد وكفاح البيشمركة الكردستانية لمئات السنين تؤتي ثمارها. عام 92 أسس إقليم كردستان برلمانه الخاص. منذ ذلك الحين نقل العمال الكردستاني باكاكا قوته الرئيسية إلى إقليم كردستان وشرع بمحاربة هذه الإنجازات والمكتسبات عسكريا وسياسيا ونفسيا وإيديولوجيا. جدير بالذكر أيضا أن موقف باكاكا ضد إنجازات إقليم كردستان لم يكن قرارا مستقلا له، بل كان متعلقا بتوجيه ودعم عسكري وسياسي واقتصادي من دول تركيا، إيران والعراق. عام 92 وصف وجلان السلطات الكردية لإقليم كردستان بأنها إسرائيل الثانية والتخلف والتطرف القومي والرجعية، وأعلن إقليم كردستان كعدو. بين أعوام 92 لغاية 99 شرع بمحاربة وقتال الجبهة الكردستانية لإقليم كردستان. ولتبرير هذه الهجمات حاولوا تأسيس بعض المنظمات الارتزاقية والمأجورة في إقليم كردستان، ومن خلال الدعاية والإعلام أنكروا كيان وإنجازات ومكتسبات إقليم كردستان، كما حاولوا إظهار كياناتهم التي لا أساس لها كبديل. وإذا أوجزناهم بالترتيب التاريخي، أولا عام 91 أسس حزبا اسمه باك، حزب حرية كردستان. كان هذا الجسم الغريب يضم عددا ضئيلا جدا من مواطني إقليم كردستان، كما كان تنظيما يديره باكاكا. كما قدم بعض وحداته العسكرية التي خلت من أهالي الإقليم على أنها قوات عسكرية لباك، وبهذا حاول فرض نفسه شريكا لإنجازات إقليم كردستان. وإذا لم يستطع تحقيق هذا الشيء فسيهاجم منجزات ومكتسبات الإقليم باسم باك. لكن تم حل الحزب باك دون أن يعلم أحد متى تم الأمر. ثانيا عام 93 أعلن باكاكا حكومة حرب بوتان بهدنان، لذا حاول التحرك والعمل كبديل لحكومة كردستان والحصول على دعم الدول الاستعمارية في المنطقة. وتحت هذا الاسم شن هجمات على بيشمركة كردستان من خواكورك إلى حفظانين. ثالثا عام 93 حاول تأسيس تنظيم سياسي باسم المجلس الوطني في معسكر زالي واستخدامه كغريم وبديل لأربيل، لكن المخطط لم يكتب له النجاح وباء بالفشل. رابعا في منتصف التسعينيات وبالتزامن مع الاعتراف الدولي الرسمي بالبرلمان والهياكل والمؤسسات السياسية لإقليم كردستان والتعامل معها كممثل شرعي عن القضية الكردية في أوروبا، سرعان ما حاولوا إيجاد وصناعة بديل لها. عام 96 أعلنوا عن جمهورية الزاب، وكانت قناة مات تيفي المحطة التلفزيونية التابعة لباكاكا آنذاك كانت تذيع لمشاهديها والرأي العام الكردي أنهم حرروا منطقة. وفي نيسان 97 قال أجالا بهذا الصدد ربيع الباكاكا وعام الناصر، لكن جمهورية زاب أيضا كانت واحدة من الجمهوريات الكرتونية لباكاكا ومن نسج خيال زعيم التنظيم آبو التي بناها في دمشق. لم تدم قصة هذه الجمهورية الكرتونية وكأخواتها طويلا. في أيار 97 ثارت القوات المسلحة لباكاكا من زاب، واستولى جيش الاحتلال التركي على مغارة مبنى برلمان جمهورية زاب خلال يومين، ولم يتحدث أحد عن جمهورية الزاب أبدا. هذه الكيانات والمؤسسات الأربعة لباكاكا بدأت بدعاية كبيرة، لكن لم يعلم أحد مصيرها أو ما حل بها. خامسا
خامس هذه المؤسسات كانت مناطق الدفاع المشروع. فيا ترى ما الهدف من إعلان مناطق الدفاع المشروع؟ أسفرت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003 وتأسيس الكيان الرسمي الفيدرالي لإقليم كردستان إلى التحرك المستمر لكافة القوى الاستعمارية والاحتلالية في المنطقة. وبلا شك هذه هي القوى التي تستخدم PKK. بدأت القومية والوطنية الكردية بالازدهار كبديل سياسي بين الأمة الكردية. كانت هناك فرصة تأسيس دولة في إقليم كردستان. إن إنجازات إقليم كردستان والاتحاد والجمهرة حول سلطات إقليم كردستان كانت ستمهد الطريق أمام الكرد وخلاصهم من لعنة القرن العشرين. في هذه المرحلة العملية ومن أجل تعكير الوعي الكردي واختلاله وفي سبيل منع إقليم كردستان من التمتع بكيان سياسي وإداري، صنع وجلا في إمرار بعض المفاهيم والمصطلحات مثل الكونفدرالية الديمقراطية للدولة اللا دولتية على أجندة الشعب الكردي. وما مصطلح ومفهوم مناطق الدفاع المشروع إلا جزء من هذا المخطط القذر. ولتحقيق نفس الهدف يقول جلان بصدد مناطق الدفاع المشروع: إذا كان هناك برلمان للجنوب فيجب إنشاء برلماننا بقيادة رفاقنا كقوة ثالثة، وإنشاء حكومات محلية وتطويرها على غرار سلطات الإقليم. علينا أن نعيد تنظيم قوتنا العسكرية وأن نصبح مسيطرين على المنطقة. لو فعلنا هذا ستنتهي لعبة الدولة الكردية وتخفى. يجب إنشاء نظام عسكري وسياسي جيد يمكن تشكيلها من 3 مناطق على أن يكون مركزها قارة، وسيتم تقديم تفسيرات لتركيا أيضا. هذا المشروع لا يتعارض مع مصالح تركيا. فخلال حديثي يصف جلان بصريح العبارة برلمان أربيل بمجلسهم، كما ويوضح الهدف من مناطق الدفاع المشروع. تم استخدام مناطق الدفاع المشروع كسلاح ضد كيان وإنجازات إقليم كردستان. أطلق PKK تسمية مناطق الدفاع المشروع على كل منطقة استطاعت السيطرة عليها واحتلالها. المناطق التي احتلها PKK أي خط بهدينان، والذي يضم متينة زاب أفاشين أيضا، وخط خواكورك خنيرة جارة الذي يستهل من حفطنين، والذي تمركز فيه PKK منذ تسعينيات القرن الماضي، هي المناطق الرئيسية ضمن هذا المصطلح. لم يتمكن PKK قط من بناء كتلة جماهيرية في إقليم كردستان باستثناء مجموعة صغيرة وقتية يصور الحشود الجماهيرية للاتحاد الوطني الكردستاني خلال التظاهرات على أنهم أنصاره. تجمعت مجموعة من المهربين حول PKK في المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرته. كانت هذه العلاقات بشكل عام وقتية، لذلك لم يحتشد الشعب حوله في المناطق التي أطلق عليها تسمية مناطق الدفاع المشروع، بل على العكس تماما فر الشعب من هذه المناطق الخاضعة لسيطرة PKK. كثيرا ما حضرت PKK ما سمتها بمناطق الدفاع المشروع على الأهالي المدنيين. أخذ الضرائب والإتاوات من قرويي المنطقة. كانت هناك ضريبة مفروضة على كل رأس غنم. أقام حواجزه بين مزارع وبساتين وحقول القرويين من أهل المنطقة. أرادوا حفر الأنفاق في القرى المأهولة وتحويلها لساحات حرب. مناطق الدفاع المشروع لا وجود لها على أرض الواقع، هي مفاهيم مصطنعة لا يستخدمها سوى إعلام PKK.